يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الطاقة الإيجابية، صباحكم يا اخواتي معطر بذكر الله سبحانه وتعالى. صباح كل حاجة حلوة على عيونكم، صباح صوت العصافير الجميلة اللي عندي اللي بقت مدية حس في الشقة أكتر من العيال. صلوا على النبي يا جماعة واعملوا تعليق حلو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة، وكل حبايبي الجداد في القناة اللي شرفتوني ونورتوني والله على راسي يا اخواتي. بصوا بقى، انا عايزه الفيديو ده احلى لايكات كتير لست الحبايب يا حبيبه. بصوا بقى، انا واخده دور برد بقالي بالظبط النهارده رابع يوم حرفيا. مش قادره اتكلم وصوتي مقفول اصلا، وصدري مقفول والبرد مدغدغني يعني. انا ما بين دخلة الصيف والشتاء كده، والشتاء والصيف لازم دور برد حلو كده. وكحه خفيفه طبعا. قوم ايه، قوم ايه. انا جوزي مش موجود النهارده، مش هيتغدى معانا، وهو طبعا مش بياكل الكرنب. وانا لما اجي اعمل محشي لازم اعمل محشي بتنجان، وبياكل بتنجان، واعمل للبنات ورق عنب. البنات ما بياكلوش البتنجان، عندي هاجر بس اللي بتاكل البتنجان، حما بتاكلوش. وجوزي ما بياكلش غير البتنجان، والبنات بياكلوا ورق العنب، فلازم اعمل الصنفين. الكرنب بعمله لما يكون لي انا والبنات لوحدينا كده، انا والعيال لوحدينا. جوزي هياكل بره، مش موجود النهارده، فهو النهارده هيتغدى في الشغل. فقلت لهم بقول لكم ايه بقى، بصوا انا مدغدغه من البرد بس ايه، هبتدي اشم نفسي شويه يعني. الحمد لله النهارده احسن بكتير من الثلاث ايام اللي فاتوا. حد ينزل، انزلي يا حبيبه هاتلنا ايه كرومبايه حلوه كده، وهاتلنا قوطه يا بنتي، وهاتلنا خضره من السوق. قالت لي حاضر يا ماما. يا سلام، مش قادره اقول لكم على الراحه النفسيه لما سمعتها من حاضر يا ماما دي. عماله اقول لها يلا يا بنتي انزلي قبل ما الخضره تخلص من السوق، يلا يا بنتي الفلاحين مش قاعدين لنا يا ماما. قالت لي حاضر. نزلت جابت لي بصراحه حته كرومبايه اللهم بارك. عايزه احلى تعليقات لحبيبه عشان تنزل تجيب لي ماما الخضار من السوق ان شاء الله كده، وتتعود على كده، تبقى ست البنات، وهي ست البنات اصلا، ربنا يحفظها يا رب العالمين. بصوا جابت لي كرومبايه عسل عسل عسل، والله العظيم اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. حلوه، لا حلوه الكرومبايه دي يا بنات ب 25. هي قالت لي اجيب لك اتنين ولا اجيب لك واحده، قلت لها هات لنا واحده كبيره كده يعني اكبر من دي كمان. بس رجعت قالت لي يا ماما ب 25، قلت لها لا كفايه يا ماما، علينا واحده 25 يا ماما كفايه. لا جميله اللهم بارك، حلوه. لا وبصوا يعني متكوكه يعني جميله، تستاهل ال 25 جنيه. هنعملها بقى النهارده عشان بابانا هياكل النهارده بره، ناكلها بقى انا والعيال، نطلع بقى كده حاجه جنبها ونعملها ونعمل شوربه حلوه. واللي جابت لي 2 كيلو قوطه، الكيلو ب 17 جنيه. قوطه ورد بصراحه، ورد زيها اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله لا قوه الا بالله. احلى طماطم. وجابت بقى الخضره والله العظيم عشان لحقت بدري، جابتها ارخص ما انا بجيبها يعني. ما بنزل انا متاخره يعني بتبقى الحاجه خلصت، فبضطر اجيبها ساعات من الخضري فبتبقى اغلى. بصوا بقى الحزمه ب2 جنيه، بصوا ما شاء الله مليانه وحلوه، والحاجه بتاعت الصبح بتبقى حلوه وصبحه. بصوا بتقطم كده، اللي عايزه تعرفي الحاجه كلها اللي في الخضار صبحه ولا لا، تلاقي الحاجه بتقطم معاكي، سواء فاصوليا خضراء سواء خضره سواء اي نوع من انواع الخضار. بصوا بصوا ما شاء الله اللهم بارك، كلها بتقطم معاكم كده. بصوا جابت لي ما شاء الله الحزم مليانه وما شاء الله حلوه. قلت لها هاتي بزياده عشان يبقى عندنا ايه في التلاجة، لان انا ساعات بيتبقى مني مثلا خضره اروح عامله بقى بيها ممبار، لو عندي شويه بتنجان في التلاجة احشيهم، بنمزمز فيهم كده، ما بيبقاش غدوه، بتبقى عشوه كده يعني. انا ممكن العشاء بالليل ممكن اقوم اعمل لهم ايه، عايزين ناكل حاجه مسكره يا ماما اعملي لنا ايه، اعمل لهم شعريه باللبن والسكر والسمنه البلدي لينا ومحمد وبلال. حبيبه هاجر مش من هوايه الحاجات دي قوي، بتوع يعي وما يعش وكده يعني. عندي امزج كده يعني. البطاطا اعملها، البطاطا اللي بالعسل اللي انا كنت مصورها لكم، ان شاء الله اصور لكم فيديو برده بتاع بطاطا، لان ما صورتهاش بقالي كتير. بعملها بطريقه حلوه جدا وبتستوي بسرعه جدا، ان شاء الله لما اجي اعملها تاني هصورها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطوا اللايك اللي لسه ما حطش اللايك، احلى اخوات في الدنيا، ربنا ما يحرمني منكم يا رب. حطوا اللايك واكتبوا لنا تعليق حلو الحبوبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اعمل لهم ايه بالليل بقى في الشتاء بالاكتر، بجيب كسكسي، لو انا ما كنتش عاملاه بشتري من بره، طبعا انا بيغلبني جدا جدا عشان البوتاجاز بتاعي راح في 60 داهيه زي ما انتم عارفين. ف بحب اشتري دلوقتي من بره في الشتاء، يا اما كسكسي يا اما اللي هي البتاع اللي عامله زي المكرونه دي، نسيت اسمها، المخروطه. بحب اجيبهم واحطهم اكياس في الفريزر. نيجي انا ومحمد وبلال بالليل بقى نجوع بقى عايزين حاجه مسكره بالليل، اروح مطلعه لهم كيس كسكسي يفك كده، والسمنه البلدي وحبه لبن وسكر وناكل. المخروطه نفس الكلام، اعمل لهم شعريه باللبن والسكر. محمد وبلال الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله، دايسين معايا في الحاجات دي، انا بحب الحاجات دي قوي. ولو قادره صحيا اقوم اعمل رز بقى معمر بسكر ياكلوا برده معايا مني. لكن حبيب اجر ممكن في حاجات من دي يدوقوها يعني، يدوقوا بس كده، لكن ما ياكلوش
حاجات معينه. هاجر ممكن تاكل معايا البطاطا، حبيبه لا يعني. كل واحده فيهم سبحان الله يعني في حاجات بتحبها والتانيه لا. فاللي هو مش مجتمعين، المجتمعين معايا في كل الحاجات اللي ممكن نمزمز فيها بالليل دي محمد وبلال. وجابت لي ايه تاني، قلت لها بقى بصوا انا النهارده بقى خدت برد في رقبتي، يعني البرد جه على رقبتي، يعني الناحيه الشمال عندي كده باظت، يعني تقريبا باظت، كتفي مش قادره احركه والله العظيم. امراض امراض امراض، كتفي مش قادره احركه. فانا ما برتاحش غير على زيت الكافور، وانا عندي زيت الزيتون. بصوا مش عارفه جابتها لي بكام، مش عارفه بقت سعرها كام زيت الكافور دلوقتي. انا اخر مره كنت جايباها ب 15. استنى بسالها لكم. حبيبه جبتي لي زيت الكافور بكام؟ زيت الكافور جبتيه بكام؟ ب 15 يا ولاد، ده ما زادش ما شاء الله ما شاء الله. طب الحمد لله، ده لسه البلد فيها خير والله. في حاجه هي ثمنها ما زادش، ب 15 جنيه. بصوا عايزه اقول لكم ان زيت الكافور ده، وكنت بحط معاه حاجه اسمها دهن نفسي اجيب لكم اسمها، روعه روعه للالتهابات بتاعه الشتاء، العظم اللي راكب على بعضه الحاجات دي، اسمها دهن الايه يا ربي، دهن الايه، هفتكر لكم اسمها ان شاء الله، هبقى انزلها لكم ان شاء الله في فيديو باذن الله. بصوا المتاح دلوقتي اللي انا بحب استعمله، انا عندي زيت اللي هو زيت القرنفل، تحفه قوي. لو حته بتوجعك، عضمايه، رقبه راكبه على بعضها، رجليك بتوجعك، اي حته في العظم، تحفه. بحب استعمل حاجات طبيعيه، زيت القرنفل. وانا بستعمل اكتر حاجه زيت الكافور على زيت الزيتون. زيت الزيتون وزيت الكافور دول ما بينقطعوش من عندي، حاجه طبيعيه وجميله. بتحطوها زيت دهن العود اللي انا بقول لكم عليه ده، كان اسمه زيت دهن العود. كنت بحطه على زيت الكافور وادعك بيه مثلا لو رقبتي راكبه على بعضها، لو حته في عظمي وجعاني. والشتا انتوا عارفين ما بيخلاش من الحاجات دي. بس الاكتر اللي عندي زيت الكافور ده على زيت الزيتون، بحطهم على بعض لو رجليا وجعاني، لو دراعي وجعاني، لو رقبه راكبه على بعضها، الظهر اللي ما بيخلاش من ركب العظم على بعضه، الحاجات دي كلها في الشتا طبعا كتير بالاكتر من الصيف. ومن قعدتنا طول اليوم على التليفونات وقرايه الكتب واللي بيقرا قران والحاجات دي كلها، الرقبه بتحس ان في التهابات في ظهرك كده من فوق في الفقرات القطنيه. فانتي بتدلكي بالحاجتين دول على بعض، زيت الكافور على زيت الزيتون، تحفه 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 بجد. عايزه اقول لكم جميل جدا. يعني انا صحيت النهارده خدت بعد ما فطرت واحده كتافلام، وقلت لا ما بيجيبش معايا غير الكافور على زيت الزيتون، بيفك لي رقبتي بصراحه. فانا هخلي هاجر تدعكولي عشان حابه لسه جايه من السوق يا قلب امها حبيبه. عقبالي يا ربي ما تنزلي تجيبي في بيتك يا قلب ماما. اكتبوا لها تعليق حلو بقى وشجعوها في التعليقات عشان تنزل تجيب لي. كل ما تنزل تجيب لي حاجه هصورها لكم ان شاء الله. بس هوريها التعليقات، هوريها التعليقات، ولا بصوا بيقولوا لك انزلي ساعدي ماما، هات لها الخضره، هات لها الحاجه. يا ريتني تعبت من زمان عشان تنزلي تجيبي لي الكرومبايه الحلوه دي، بقالي كتير ما عملتش كرومب، اللي هو الطلب العزيز الغالي، احنا بنعمله على شقه. ماما بتعمله لنا على طول بصراحه، ما شاء الله منين ما نروح، ربنا يديها الصحه يا رب العالمين، بتبقى عاملاها هي وناس اختي محضرينها ونسمه. انا بروح على الجاهز، يعني بروح الاقيها معموله على الجاهز، ابص بس اشقر على الاكل. ربنا يديها الصحه يا رب وطولة العمر، ويخلي امهاتكم جميعا، ويرحم امهات الامهات المتوفيه. وبصوا بقى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي سالوني في التعليقات على بلال، بصوا انتوا عارفين ان انا عملت له الاشعه بتاعه اشعه الرنين على رجليه. انا بقالي 3 ايام قلقانه قلقانه قلقانه. المفروض النتيجه كانت تبان تاني يوم الساعه 9 بالليل. اتصلوا بيا تاني يوم ما عملت الاشعه، قالوا لي معلش احنا النتيجه بس هنعرضها على دكتور اخصائي استشاري، فاصبري هو احسن ليه. طيب تمام ماشي. جه تاني يوم بابا برضه عشان يروح يجيبها ويستلمها، قالوا لي نفس اتصلوا بينا، قالوا لي ما ينفعش يجي حد ياخدها لحسن لسه فيها برضه عايزين نعرضها على استشاري تاني. طيب انا ابتديت اقلق، بقيت اتوغوش يا جماعه. امبارح بقى اللي هو اليوم الثالث، معلش ما حدش يجي يستلم الاشعه بتاعت بلال النهارده عشان لسه هنعرض على استشاري تاني. خير يا جماعه، هو ابني رجليه فيها ايه طيب؟ ابتديت اقلق قوي قوي قوي، يعني ربنا يستر. انا كل قلق ان ابني ما يحتاجش عمليه. ابني دخل على مدرسه، والمدارس خلاص اهي ما فيش فاضل لها كام يوم، فربنا المستعان ويا رب يجيبها سليمه علينا يا رب العالمين، يجيبها سليمه. وعايزه اقول لكم امبارح والله العظيم والله العظيم قاعد رجلي بتوجعه جدا جدا جدا. يا ماما تعالي دعكي لي رجليا، يا ماما تعالي دعكي رجليا. جبت زيت الزيتون، هو حافظ ماما تيجي زيت الزيتون دعكي لي رجليا. قعدت دعكت له رجليه بيها، ورجليه الشمال اللي هي وجعها دايما، اللي هي اللي اتعمل عليها الاشعه. هم عملوا على رجليه 2 بس، الرجل اللي بيشتكي منها الرجل الشمال.
فقعدت دعكتها له والله، يقول لي قرصتي لي فيها يا ماما، قعدت دعكتها له بصراحه بزيت الزيتون، هو بيرتاح عليه، واديته اللي هو دكتور الاطفال كاتب له ماكسيلاس، دكتور العظم كاتب له برده ماكسيلاس 3 مرات في اليوم، هو مش بياخده. ودكتور الاطفال كاتب له عشان الاملاح الشديده اللي عنده كاتب له على فوار، والله العظيم ما خدش منه غير مره واحده او مرتين. بتحايل عليه يقول لي لا لا لا. فمغلبني جدا جدا، فانا ادعوا له ان شاء الله ما يحتاجش عمليه باذن الله، وربنا كريم. اول لما نتيجه الاشعه هتبان ان شاء الله هطمنكم باذن الله. لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلوا ان شاء الله كل فيديوهات جديده. شكرا لحبايب قلبي اللي نوروني في القناه جديد، جزاكم الله خيرا. وشكرا اللي بيشوفوا لي الفيديوهات على اليوتيوب بالاعلانات، جزاكم الله كل خير يا رب، يجعله في ميزان حسناتكم. انتوا احلى ناس في الدنيا، انتوا احلى جبارين خواطر ومنورين القناه ومشرفين القناه، يا رب يزيدكم ويزيدكم من نعيم الله وشكرا لكم جدا. مش عارفه اقول لكم على التعليقات الجميله بتاعتكم، الله يا رب يفرح قلبكم ويكبر خاطركم يا رب العالمين. وتسلموا لي تسلموا لي تسلموا لي، وجزاكم الله كل خير يا احلى اخوات في الدنيا.